قاعد في مطعم ومستني كده أكلة جايبها، وقلت ياه نفسي أوي في الأكلة دي، واتفاجئت والجرسون جايب لك أكلة غير الأكلة. يا ترى بقى هتتصرف معاه ازاي؟ في مننا اللي هيقبل الأكل على كده وهو متضايق ويقعد يبرطم مع نفسه ويقول مش مشكلة، أنا برضو أهو الأكلة دي كويس وبحبها، ويبتدي ياكل في الأكلة اللي قدامه. وفي مننا اللي مش هيسكت وهينده الجرسون ويقول له لو سمحت انا طلبت اكله تانية غير ديت، لكن مش مشكله الاكله دي انا برضو هاكلها، ولكن خد بالك وصحصح كده، لان ممكن تعمل الحركه دي مع حد من الزباين وما يرضاش ياخد الاكله اللي انت هتديها له. ففوق كده وشوف كنت سرحان في ايه عشان تركز مع الزباين. وفي مننا اللي هينده الجرسون ويقول له لو سمحت الاكله دي مش انا اللي طالبها، لو سمحت روح رجعها وهات لي الاكله اللي انا طلبتها وهي كذا وكذا وكذا، وخلاص ويسكت لحد ما الجرسون يجيب له الاكله وياكل الاكله اللي هو عايزها. في مننا بقى اللي هيكبر الموضوع ويقعد يزعق بصوت عالي في المطعم، ويروح للمدير ويقول له انت ازاي تعين الناس بالشكل دول، انت مش عارف الزباين بتوعك شكلهم ايه، انت مش عارف انا مين، ويبتدي يزعق ويطلع ويتكلم على المطعم ديت في الفيس وينشر الخبر ان المطعم ده فيه ناس مش كويسه، ولحد ما يخلي المدير ان هو يرفض الجرسون ديت. ايه رأيكم بقى ان الاشكال اللي انا قلتها دول هي اللي احنا بنتعامل بيها مع الاساءة مع الشخص اللي قدامنا، ولكن بشرط ان الشخص ده احنا عندنا مقدرة على التعامل معاه في الاساءة دي. والحاجة التانية ان الاساءة دي ما تكونش في حد من حدود الله، تكون اساءة عادي في امور الدنيا. طيب ايه هي الاشكال اللي انا بتعامل بيها مع الاساءة؟ اول شكل من الاشكال هو ان انا اعفو وبس، اعفو عن الشخص واقول خلاص مش مشكلة، واقعد متضايقة في نفسي ولكن اقول خلاص مش مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. الطريقة دي انا كنت ماشية بيها وتمام لحد ما ابتديت اتعامل مع ناس اكتر. لقيت ان الطريقة الاولانية دي ممكن اتعامل بيها مع ناس تكون ما بتغلطش كتير، او ناس اصلا تكون كويسة، ودي فلتة كده وغلطة عملوها دلوقتي، وان العفو ديت هيخليهم لا خلاص هيعرفوا ان غلطتهم ويبتدوا ما يعملوش الخطأ ده مرة تانية. لكن لما اتعاملت مع عدد اكتر من الناس لقيت ان الطريقة دي في العفو بتخلي بعض الاشخاص يزيدوا في الاساءة بتاعتهم، يعني موضوع العفو بالشكل ديت بيزيدهم اكتر سوء. فبصيت كويس في القرآن، ربنا وقع تحت إيدي آية في سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، صدق الله العظيم. لما قرأت في تفسير الآية دي لقيت إن العفو مقترن هنا بالإصلاح، يعني اللي يعفو لازم ياخد باله إن بيعفو وبيعمل إصلاح في الشخص اللي هو بيعمل فيه العفو. يعني دلوقتي لما قلنا في الطريقة التانية والتالتة في المطعم اللي أنا المثال اللي قلته في أول الحلقة، الشخص راح جاب الجرسون وقال له أنا مش ما طلبتش الأكلة دي، فلو سمحت انتبه لأن أنت سرحان عشان ما تعملش الحركة دي مع غيري، يبقى أنا كده عملت إصلاح وفي نفس الوقت عفوت. أو الطريقة اللي بعدها وهي إن أنا خليته يجيب أكل مكان الأكل، يبقى كده هو صلح الغلط اللي هو عمله، وبالتالي انا ما عملتلوش حاجة وما عملتش شوشرة في المطعم وعفوت عن هذا الشخص وخلاص هو جاب لي اكلتي اللي انا عايزاها. اذا هنا لازم اعمل العفو مع اصلاح للشخص، وده عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة من الغزوات كان نايم تحت شجرة، فراح جه وكان سايب السيف بتاعه علقه عشان يعرف ينام، راح جه احد الكفار وراح اخد السيف وراح صح النبي صلى الله عليه وسلم وبالسيف كده، وراح جاي كده هيقتله وبيقول له ها من يمنعك مني؟ فراح النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة قال له الله، لدرجة ان قوة النبرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقع من ايد الكافر، فراح النبي صلى الله عليه وسلم اخد السيف وراح حطه برضو عليه وقال له ها من يمنعك مني؟ فطبعا الراجل مش عارف يقول ايه، فراح قال له بقى ان هو بيسأله ان هو يتعامل معاه برفق، فديت راح قال له طيب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، راح قال له لا ولكني اوعدك ان انا ايه فيما معناه يعني ان انا مش هقاتلك تاني ولا هقاتل في قوم بيقتلوا المسلمين، وراح رجع الى قومه وقال لهم جئتكم من عند خير الناس.
إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى، ولكن عفى بعد ما حسس التاني إن أنا خلاص أهو هقتلك، ها أنت بقى مين هيمنعك مني؟ فده اللي عمل بعد كده الإصلاح، إن الشخص ده قال له خلاص أوعدك إن أنا لا هقتلك ولا هقاتل في قوم بيقتلوك، وراح النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وخلاه يروح لقومه، فراح قايل للقوم إيه؟ جئتكم من عند خير الناس. هو ده العفو اللي معاه الإصلاح. إذا هنا أنا لما ألاقي الشخص اللي قدامي ده الشخص ده مستهتر أو الشخص ده على طول بيغلط، يبقى لازم لما أجي أعفو بالطريقة التانية، وهي العفو اللي يعمل إصلاح، العفو اللي أنا خلاص هعرفه ان انا لازم هاخد حقي وان انا مش هسامحه، وتفضل اعمل الغلطه اللي انت عملتها دي، تفضل جيب مكانها وهكذا، وهيبتدي يمشي في الخطوات. ولما يشوف منه الصلاح وان هو خلاص عرف غلطته وان هو خلاص هيقدم مكان الحاجه اللي غلطها، اروح انا اقول له خلاص انا عفوت عنك ومسامحاك. فالطريقه دي افضل مع الأشخاص اللي هم أساسا مستهترين. الطريقة دي هتنفع عشان تعدل من سلوكهم، لأن أنا لو عفيت عنه بالشكل ده هيزيد أصلا في سوقه وهيدمر أكتر، وفي الحالة دي أنا ما عملتش كده إصلاح في المجتمع اللي أنا فيه. طيب الطريقة الرابعة بقى وهي أن أنا هرد الإساءة. خد بالك وانت بترد الإساءة مسموح لك، مفيش مشكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها ولكن مثلها. يعني ايه؟ يعني حضرتك هيقول كلمة وحشة هتقول له كلمة وحشة، كلمة ما تزودش عليها. هيبص لك بصة كده هتبص له نفس البصة. هي بالعواطف بتاعتك اللي هو بيزعق لك مثلا بشكل معين هتزعق له بنفس الشكل، يعني ما تزيدش حتة. خد بالك لو هتعرف ان انت تعمل بالظبط زي ما عمل لك، اتفضل رد الإساءة بالإساءة، ولكن هل انت ضامن ولا هتتحول من مظلوم لظالم؟ اللي هو الشكل الرابع اللي ظلم الشخص برد الفعل الزيادة عن اللزوم. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الشورى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. حد بقى يقول لي طيب أنا عايزة أعفو كل حاجة ولكن أنا عايزة أبقى قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ قال لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حد هنا يقول لي طب هل القوة هنا ان انا اخد حقي وابتدي الناس ما تستضعفنيش وابتدي ارد الاساءة بالاساءة هي دي القوة؟ سمعت هنا الشرح الحديث ديت من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، بيقول لنا ايه؟ ان القوة المقصودة هنا مش هي القوة البدنية. اولا قوة يعني طاقة تقدرني ان انا اعمل فعل معين، الفعل ده في طريق الخير. طيب هل القوة دي بقى هي قوة بدنية بالضرب؟ لا، القوة دي ممكن قوة العلم، ممكن انها مهارة معينة اكون انا عارفاها ابتدي اتعامل بها مع كل شخص بالمفتاح القلوب بتاعته. القوة دي ان انا عندي المقدرة ان انا اسمع الشخص اللي قدامي، ان انا اكون شخص لين، ان انا اكون شخص صبور، دي قوة. القوة ان انا لو غلطت اروح للشخص واعتذر له. اذا القوة ان انا ابتدي اتعامل مع الموقف بحكمة. ان الحكمة اللي هي ايه؟ ان انا اقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة. هي دي القوة المقصودة في الحديث. إذا المؤمن القوي هو المؤمن الضعيف هو في خير، ولكن الخير بتاعه لنفسه إنه هو مؤمن، لكن الخير بتاع المؤمن القوي إنه هيعمل إصلاح في الناس اللي حواليه، إنه هيبتدي يقدم خير، إنه هيبتدي يأثر في الناس اللي حواليه. هي دي القوة اللي بيتكلم عليها الحديث. إذا لما أنا أعمل العفو مع الإصلاح، ودي محتاجة مني قوة إن أنا أقدر أصلح الشخص اللي قدامي وفي نفس الوقت أنا ما تهاونتش في حقي، هي دي القوة اللي مقصودة في الحديث. يبقى العفو يا جماعة معناها ايه؟ العفو هياها القوة. مفيش اعتراض ما بين الاتنين حاجة واحدة عشان المؤمن يبقى قوي ومحدش يهزمه ومحدش ياكل حقه، ويقدر ان هو يأثر في الناس اللي حواليه ويغير في الناس اللي حواليه. هو ده المؤمن القوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.